قال زوج الأم التي ظهرت وهي تعذب ابنتها عبر شريط فيديو صادم أن هذا الشريط جرى توثيقه خلال فترة الحجر الصحي شهر أبريل، وأن ابنته تتمتع حاليا بصحة جيدة، حيث أشار أن رجال الأمن حلوا بمنزله بمعية طبيب مختص وعاينوا حالتها بعين المكان قبل أن ينفي خبر اعتقال زوجته. وتابع والد طفل الضحية أنه سيبحث بمعية المصالح المختصة في أمر تسريب هذا الشريط، موضحا أن زوجته لا تعاني من أي اضطرابات نفسية كما جرى الترويج له من قبل بعض الجهات، حيث أكد أن زوجته تعمل على تربية أبنائها تربية حسنة بشهادة كل الجيران، قبل أن يوضح أن ما حصل هو رد فعل طبيعي من أم أزعجها ما تقوم به ابنتها.